زوار القناة السلام عليكم، تحية واحترام لمتابعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث. وسيكون الحديث في هذا الفيديو عن لقب جديد ناله منتخب الفوتسال، زائد أنباء عن تواجد 5 لاعبين جدد في لائحة وليد الركراكي لمباراة جنوب أفريقيا، وكذلك عن تاريخ عودة نجمي أولمبيك مارسيليا عز الدين أناحي وأمين حارث، بالإضافة إلى لعنة زياش التي ما زالت تلاحق تشيلسي، وعن استعطاف إدارة نادي باري للجامعة المغربية من أجل وليد شتيرة. لكن قبل الخوض في التفاصيل، فضلا وليس أمرا لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب بالفيديو، وذلك لدعمنا على تقديم المزيد، وشكرا. والبداية ستكون مع منتخب الفوتسال، هذا المنتخب الرائع الذي بدأ مسلسل العالمية قبل منتخب كرة القدم عندما بلغ دور ربع النهائي في المونديال الأخير. عاد مرة أخرى ليؤكد على علو كعبه في هذا المجال بقيادة المدرب الداهية السيد هشام دقيق، حيث استطاع الحصول على لقب الدوري الدولي الذي جرت منافسته بمدينة سلا المغربية. وضمت هذه البطولة 4 منتخبات على أعلى مستوى، وهي كالتالي: منتخب فرنسا المصنف رقم 14 على العالم، المنتخب اليابان المصنف 13 على العالم، والمنتخب الكرواتي المصنف 16 على العالم، بالإضافة إلى المنتخب المغربي صاحب المركز الثامن في التصنيف الخاص بكرة القدم داخل القاعات. وتصدر المنتخب المغربي هذه البطولة بعد حصوله على 5 نقاط جمعها من خلال فوزه على اليابان ب3 أهداف مقابل 2، وتعادله مع كرواتيا ب3 أهداف لمثلها، ثم في اللقاء الأخير تعادل مع المنتخب الفرنسي ب4 أهداف في كل شبكة. فهنيئا لهذا المنتخب الذي يتألق في صمت. ننتقل الآن إلى جديد المنتخب المغربي لكرة القدم وتفاصيل تخص لائحة وليد الركراكي لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في 12 من شهر يونيو المقبل. وفي هذا الصدد أكدت منابر إعلامية محلية أن وليد الركراكي يهدف إلى منح فرصة جديدة للاعبين غابوا عن قائمة المنتخب المغربي بالمونديال، كما ستشهد اللائحة كذلك تواجد ركائز المنتخب المغربي. ومن المنتظر أن يعلن الناخب الوطني عن هذه اللائحة خلال الأيام القادمة. وحسب نفس المصادر ستشهد تواجد كل من أسامة الإدريسي لاعب فينورد الهولندي، إسماعيل قندوس لاعب سانت جلواز البلجيكي، أيوب الكعبي لاعب السد القطري، أدم ماسينا لاعب أودينيز الإيطالي، بالإضافة إلى طارق تيسودالي لاعب لاغونتواز البلجيكي. وهذه الأسماء الجديدة لم يكتب لها الحضور في نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر، ويذكر أن هذه الأسماء تألقت مؤخرا مع فرقهم، لذلك أراد الركراكي تجريب جميع العناصر لتكوين مجموعة متجانسة ستكون رسمية للاستحقاقات القادمة، وأبرزها نهائيات كأس أفريقيا في يناير المقبل. أما من يسأل عن جديد إبراهيم دياز وتواجده في المعسكر القادم، فإلى حدود هذه اللحظة ليس هناك شيء رسمي وليس هناك جديد بخصوص هذا الملف، سواء بتمثيل دياز للمنتخب المغربي أو تمثيله للمنتخب الإسباني. وفي موضوع آخر متعلق بعودة نجمي أولمبيك مارسيليا عز الدين أناحي وأمين حارث، حيث أكد الفريق الطبي لنادي عاصمة الجنوب الفرنسي أن الثنائي المغربي حارث وأناحي قريب جدا من العودة، حيث سيعود أمين حارث الذي تعرض إلى تمزق في أربطة الركبة مع بداية شهر يونيو، وسيكون جاهز تماما لخوض أول مباراة في سنة 2023، بينما مواطنه عز الدين أناحي الذي تعرض لكسر على مستوى أصبع القدم سيعود إلى أجواء التباري في منتصف شهر يونيو، وبالتالي لن يستطيع اللحاق بأي مباراة في هذا الموسم لتزامن رجوعه من الإصابة مع نهاية الدوري الفرنسي. فنتمنى الشفاء العاجل للثنائي المغربي. ويذكر أن عز الدين أناحي انتقل إلى الفريق الفرنسي في الميركاتو الشتوي الماضي بعدما أقنعه أمين حارث بضرورة التحاقه بقلعة الفيلودروم، لكنه للأسف لم يستطيع الانسجام مع أسلوب المدرب تودور خلال الأشهر الأولى مع الفريق. فنتمنى أن تكون هذه الإصابة فالخير على أناحي من أجل الاستعداد الجيد في الموسم المقبل، لأن رسميته مع أولمبيك مارسيليا أصبحت ضرورية، باعتبار أن المنتخب المغربي مقبل على تحدي نيل التاج القاري في مطلع يناير سنة 2024، ولذلك يحتاج إلى عز الدين أناحي وهو في كامل الجاهزية البدنية. ننتقل الآن إلى لعنة حكيم زياش التي تلاحق نادي تشيلسي، حيث شهد العالم بأسره كيف انتصر العملاق الإسباني ريال مدريد على نادي تشيلسي
بهدفين مقابل لا شيء، رغم أن هذا الأخير قدم مباراة مقبولة مقارنة بمبارياتهم السابقة. ولكن نحن كمغاربة نتساءل لماذا ترك زياش حبيس مقاعد البدلاء، مع العلم أنه قدم مباريات استثنائية ضد الملك الإسباني ريال مدريد عندما كان يلعب مع نادي أياكس الهولندي. أكيد المشكلة ليست في فرانك لامبارد، المشكلة أعمق بكثير وسببها معروف وهو قائم في الإدارة. على أي لن نتحدث في هذا الأمر لأنه مجرد تكرار في تكرار. ما يهمنا هو حكيم زياش، فنظراته يوم أمس من مقاعد البدلاء توحي على نهاية قصته مع هذا النادي المنحوس. وآخر الأخبار بخصوص هذا الأمر، حسب أغلب التقارير الإعلامية أكدت أن إدارة PSG تصر إصرارا على انتداب الدول المغربي في الميركاتو الصيفي القادم. كما هناك عدة مواقع فرنسية أكدت بأن هناك اتفاق مبدئي بين النجم المغربي والنادي الفرنسي من أجل انتقال حكيم زياش إلى عاصمة الأنوار في الميركاتو القادم. وفي الغالب تبقى هذه الفرصة جيدة لحكيم زياش لإظهار إمكانياته من جديد، كما أن هذه الصفقة ستعود بالنفع على المنتخب المغربي، بحيث ستخلق مزيدا من الانسجام بين الثنائي أشرف حكيمي وحكيم زياش. فنتمنى أن تتم الصفقة بنجاح ولا ينتقم مالك نادي تشيلسي تود بولي من الدول المغربي مرة أخرى. وفي خبر آخر، أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن فريق باري الإيطالي قد يواجه مشكلة حقيقية في يونيو المقبل، باعتبار أن الفريق سيخوض في هذه الفترة منافسة تصفيات الصعود إلى الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، والتي تصادف في نفس الوقت تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيخوض المنتخب المغربي مباراته ضد منتخب جنوب أفريقيا برسم إقصائية كأس أفريقيا سنة 2024. وهذا يعني غياب المهاجم المغربي وليد شديرة عن هذه المرحلة المهمة للفريق الإيطالي. ويعتبر شديرة من أهم عناصر الفريق، وهو هداف الدوري ب16 هدفا، كما ساهم ب7 تمريرات حاسمة قدمها لزملائه، ما يعني غيابه في هذه الظرفية ضربة موجعة للفريق الإيطالي. وفي هذا الصدد أكدت صحيفة توتو باري الإيطالية أن مسؤولي نادي باري سيراسلون الجامعة المغربية إذا تمت المنادات على وليد شديرة في المعسكر المقبل للمنتخب المغربي، كما سيتحدثون مع رئيس الجامعة المغربية من أجل الترخيص لوليد شديرة بالبقاء مع الفريق، خصوصا وأن المنتخب المغربي ضمن التأهل للكان المقبل بالكوت ديفوار. ومباراة جنوب إفريقيا تبقى مجرد تحصيل حاصل ومن أجل تجريب اللاعبين الجدد وفقط. وإلى هنا وصلنا إلى الختام. شكرا لكم على متابعة الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.